فايع دي رخيصة وعملية جدا، هتبان لك ان هي تافهة بس هي مهمة جدا. الرول الشفاف ده تحفة يا جماعة، بتلزقيه في اي مكان عاوزة تحافظي عليه، ورا البوتاجاز علشان الدهون، وعلى الحيطان لو ولادك بيبهدلوها، وعلى الترابيزات وعلى الرخامة، اي مكان هيتلزق معاكي فيه. تنظيفه سهل جدا، هتقدري تغسليه وتنضفيه ومش هيتأثر معاكي بالمية، ومهما كان متبهدل هيتمسح معاكي في ثواني. كمان هو بيتشال بمنتهى السهولة. دي بقى اللي هتحافظ لك على نظافة بوتاجازك طول ما انت بتطبخي. حطيها جنبك على البوتاجاز وحطي عليها المعالق، المغرفه، المضرب، اي حاجه بتستخدميها وقت الطبيخ عشان البوتاجاز ما يتبهدلش. قطعه عمليه جدا لازم تكون في مطبخ. ده مش بس ديسبنسر لصابون المواعين، ده 3 في 1، ديسبنسر وحامل لسبونش المواعين وكمان حامل لفرش التنظيف. الكواليتي بتاعته حلو قوي وكمان بيبقى شكله شيك قوي على الحوض. المضرب ده حلو جدا وعملي قوي في الاستخدام، خفيف ومريح كده، وهيعمل لك احلى فوم للنسكافيه، وهينفع طبعا نستخدمه مضرب للبيض كمان، وسعره ولا حاجه. هسيب لكم البيدج اللي جبت منها الرفايع دي تحت الفيديو. فايع دي رخيصة وعملية جدا، هتبان لك ان هي تافهة بس هي مهمة جدا. الرول الشفاف ده تحفة يا جماعة، بتلزقيه في اي مكان عاوزة تحافظي عليه، ورا البوتاجاز علشان الدهون، وعلى الحيطان لو ولادك بيبهدلوها، وعلى الترابيزات وعلى الرخامة، اي مكان هيتلزق معاكي فيه. تنظيفه سهل جدا، هتقدري تغسليه وتنضفيه ومش هيتأثر معاكي بالمية، ومهما كان متبهدل هيتمسح معاكي في ثواني. كمان هو بيتشال بمنتهى السهولة. دي بقى اللي هتحافظ لك على نظافة بوتاجازك طول ما انت بتطبخي. حطيها جنبك على البوتاجاز وحطي عليها المعالق، المغرفه، المضرب، اي حاجه بتستخدميها وقت الطبيخ عشان البوتاجاز ما يتبهدلش. قطعه عمليه جدا لازم تكون في مطبخ. ده مش بس ديسبنسر لصابون المواعين، ده 3 في 1، ديسبنسر وحامل لسبونش المواعين وكمان حامل لفرش التنظيف. الكواليتي بتاعته حلو قوي وكمان بيبقى شكله شيك قوي على الحوض. المضرب ده حلو جدا وعملي قوي في الاستخدام، خفيف ومريح كده، وهيعمل لك احلى فوم للنسكافيه، وهينفع طبعا نستخدمه مضرب للبيض كمان، وسعره ولا حاجه. هسيب لكم البيدج اللي جبت منها الرفايع دي تحت الفيديو. فايع دي رخيصة وعملية جدا، هتبان لك ان هي تافهة بس هي مهمة جدا. الرول الشفاف ده تحفة يا جماعة، بتلزقيه في اي مكان عاوزة تحافظي عليه، ورا البوتاجاز علشان الدهون، وعلى الحيطان لو ولادك بيبهدلوها، وعلى الترابيزات وعلى الرخامة، اي مكان هيتلزق معاكي فيه. تنظيفه سهل جدا، هتقدري تغسليه وتنضفيه ومش هيتأثر معاكي بالمية، ومهما كان متبهدل هيتمسح معاكي في ثواني. كمان هو بيتشال بمنتهى السهولة. دي بقى اللي هتحافظ لك على نظافة بوتاجازك طول ما انت بتطبخي. حطيها جنبك على البوتاجاز وحطي عليها المعالق، المغرفه، المضرب، اي حاجه بتستخدميها وقت الطبيخ عشان البوتاجاز ما يتبهدلش. قطعه عمليه جدا لازم تكون في مطبخ. ده مش بس ديسبنسر لصابون المواعين، ده 3 في 1، ديسبنسر وحامل لسبونش المواعين وكمان حامل لفرش التنظيف. الكواليتي بتاعته حلو قوي وكمان بيبقى شكله شيك قوي على الحوض. المضرب ده حلو جدا وعملي قوي في الاستخدام، خفيف ومريح كده، وهيعمل لك احلى فوم للنسكافيه، وهينفع طبعا نستخدمه مضرب للبيض كمان، وسعره ولا حاجه. هسيب لكم البيدج اللي جبت منها الرفايع دي تحت الفيديو.